بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس. النهاردة درس جديد، حياة المصري القديم. احنا عرفنا ان مصر القديم كان في عصور ما قبل التاريخ، عصر حجر القديم، عايش فوق الهضاب داخل كهف، حياة تنقل وترحال، بيبحث عن الطعام والشراب وصيد الحيوانات. لما المطر جف نزل لوادي النيل في العصر الحجري الحديث، عرف الزراعة وربى الحيوانات وبدأ يصنع أدواته من الحجارة والفخار وبدأ يستقر. بعد كده في العصر المعادن لما اكتشف الحديد والنحاس بدأ يعيش استقرار أكتر من أي عصر وبدأ يصنع أدواته من الحديد والنحاس. عصور ما قبل الأسرات اللي هو بيت فرح بيت كون قرية، قرية مع قرية كونت مدينة، قرية مع مدينة كونوا إقليم، إقليم مع إقليم مع إقليم كونوا مملكة الشمال ومملكة الجنوب. واتكلمنا إن دي ليه شعار، ليه شعار، ليه معبود، ليه معبود، ليه عاصمة. اتكلمنا عن الوحدة الأولى اللي هي كانت سنة 42 العاصمة أون هيليوبلس، واللي جنبها ملك من الشمال، والنتيجة إن هي انقسمت بعد فترة قصيرة. يجي الملك نعرمر مينا يوحد مصر سنة 3200 كان من طيبة، ويعمل عاصمة موحدة لمصر في وسط البلد اسمها من نفر عشان تكون عاصمة موحدة وتوحيد البلد والسيطرة عليها. ده اللي احنا خدناه في الدرس اللي فات في أقل من دقيقة ونص. احنا النهاردة بنتكلم بقى عن حاجة اسمها العصور التاريخية، اللي هي بدأت بإن الإنسان بدأ يعرف الكتابة وبدأ يسجل كل أحداثه. يبقى العصور التاريخية بداية معرفة الإنسان الكتابة وتسجيل كل أحداثه. اللي كاتب تاريخنا مؤرخ مصري اسمه منيتون، اللي كتب تاريخنا مؤرخ مصري اسمه منيتون، وقال إن تاريخ مصر الفرعوني 30 أسرة حاكمة. يعني أنت عارف إن أول أسرة حاكمة أمينة، فقال لك إن في 30 أسرة هتحكم مصر. فالمؤرخين الناس اللي كتبت التاريخ قسموا ال30 أسرة ده هما لأربع عصور. يبقى منيتون هو اللي كتب تاريخنا وقال اللي حكم مصر 30 أسرة. المؤرخين الناس اللي هي بتكتب التاريخ مسكت ال30 أسرة دول قسمتهم لعصور: العصر العتيق، عصر الدولة القديمة، عصر الدولة الوسطى، عصر الدولة الحديثة. نيجي للعصر العتيق. كلمة عتيق يعني شفت الجبنة القديمة، يعني ده بداية إن مصر يكون عندها أسرة حاكمة لمصر كلها. مش كنا بنقول عصر ما قبل الأسرات؟ أيوة، ليه؟ لأن مصر ما كانتش اتوحدت. أنا هنا بقول لك بقى هنا مصر يعني ممكن نسميه عصر توحيد أو عصر بناء، لأن البلد هتتوحد ويكون لها حاكم واحد. طيب العصر العتيق ده بيشمل الأسرة الكام؟ الأولى والتانية. طب مين اللي أسس الأسرة الأولى؟ المستر بيقول اللي أسس الأسرة الأولى الملك نعرمر مينا. تمام. الراجل دي ليه ألقاب؟ أيوة ليه ألقاب. إيه هي ألقابه؟ قال لك موحد القطرين. يعني إيه موحد القطرين؟ مملكة الشمال ومملكة الجنوب. وممكن نسميه صاحب التاجين، التاج الأحمر بتاع الشمال والتاج الأبيض بتاع الجنوب. يبقى مين اللي أسس أول أسرة حاكمة؟ نعرمر مينا يا مستر، والألقاب موحد القطرين. الراجل ده كنتوا انتوا عارفين طبعا ان هم اللي ما عرفوا الكتابة، اول كتابة عرفوها اللي هي كانت عند الكتابة الهيروغليفية، فبدأوا يسجلوا احداثه. فجاب حجر اهو وبدأ ينقش عليه. دي صورة الملك مين على فكرة اهي، وهو بيضرب واحد من مملكة الشمال. يبقى مينا هنا عشان يأكد ان هو اللي وحد مصر سجل انتصاراته على مملكة الشمال على لوحة نعرمر. فيجي يقول لك بما تفسر أهمية لوحة نعرمر إن هي بتوثق وحدة البلاد على يد الملك مينا نعرمر. لما يكون في حاكم للدولة معنى كده إن أنا عندي في حاجة اسمها حكومة مركزية، يعني في شخص، في وزراء هم اللي بيحكموا الدولة. يبقى أقدم حكومة أكيد قامت مع أقدم أسرة أو أول أسرة. وعارفين إن العصر العتيق العاصمة بتاعته اسمها من نفر. العصر العتيق عاصمته من نفر. أول أسرة مينا سجل انتصاراته على لوحة تسمى بلوحة نعرمر عشان يأكد على توحيده للبلاد. طبعا هيوحد البلاد ازاي؟ ان هو يبني جيش. طب ايه أهمية الجيش؟ عشان يحمي البلاد. يبقى هنا تاني العصر العتيق الأسرة الأولى والتانية. اللي أسس الأسرة الأولى الملك نعرمر مينا، ألقابه موحد القطرين. ايه أهمية لوحة نعرمر؟ ان هي بتأكد على وحدة البلاد، وهو أقدم حكومة مركزية. عاصمة العصر العتيق من نفر. أول جيش لمصر في العصر العتيق مين اللي عمله؟ الملك مينا. تمام يا شباب؟ تمر الأيام يجي عصر جديد اسمه عصر الدولة القديمة،
اللي بيبدأ من الأسرة الثالثة وبينتهي في الأسرة السادسة، يعني في حدود 4 أسر. العصر ده بيسموه بعصر بناة الأهرامات. ليه؟ عشان الملوك العصر ده قاموا ببناء أهرامات كثيرة عشان تكون مقبرة لهم. يبقى بيعرف بعصر الدولة القديمة عصر بناة الأهرام لكثرة ما شيده ملوك هذا العصر من أهرامات. كان الهرم بالنسبة لهم مقبرة بيدفن فيه الملك. طب انت كنت قلت لي ان العصر العتيق اقدم حكومة مركزية. طيب مين بقى اللي هتكون اقوى حكومة؟ كل ما هندخل كل ما هتلاقي فيه قوة. يبقى هنا العصر ده كان متميز بوجود حكومة مركزية قوية. اشهر ملوك العصر ده هو الملك زوسر، مؤسس الاسرة الثالثة، يعني اللي اسس العصر العتيق الملك زوسر. قال لك على فكرة الراجل ده مشهور بسبب ان هو بنى هرم اسمه هرم زوسر المدرج. طب ليه سموه مدرج؟ عشان الهرم ده لما تعد المصاطب بتاعته هتلاقيها 6 مصاطب. يبقى اول بناء حجري ضخم او اول هرم في التاريخ هرم الملك زوسر، بيسموه الهرم المدرج. نروح بعد كده للملك خوفو. ايوه يا مستر، ده صاحب الهرم الكبير، وده من عجائب الدنيا السبع بسبب براعة تصميمه. يبقى هرم زوسر المدرج بتاع الملك زوسر أكبر وأعظم هرم فيه ومن عجائب الدنيا السبع هرم الملك خوفو. نروح لهرم خفرع اللي هو الهرم الأوسط. ماله؟ ده الهرم الكبير طبعا بتاع خوفو. قال لك إن الهرم ده موجود قدامه تمثال أبو الهول، رأس إنسان وجسم أسد. يبقى أول ما أقول لك شهرة خفرع عشان الهرم اللي في الأوسط وتمثال أبو الهول. أكبر هرم الهرم خوفو. هرم المدرج وأول هرم في التاريخ من الحجر هرم زوسر. سبب سقوط الدولة القديمة أو نهايتها بسبب إن الملك أصبح ضعيف، فكده الحكومة اللي بتحكم الدولة أصبحت ضعيفة. فساعتها إيه اللي هيحصل؟ البلد هيكون فيها فوضى. طب البلد لما يكون فيها فوضى إيه اللي هيحصل؟ العدو هيلاقيها فرصة ويهجم علينا. يبقى سبب نهاية الدولة القديمة إن الملك والحكومة بتاعته ضعيفة، فالبلد هينتشر فيها الفوضى، فهنتعرض لهجمات من الخارج. بعد الدولة القديمة ما تسقط تأتي الدولة الوسطى اللي هي بتاخد أسرتين من 11 ل 12. طب انت كان عندك الدولة القديمة لما سقطت حصل فوضى في البلد وتعرضنا لغزو خارجي، هجوم خارجي من الأعداء. قالك إن ملوك الدولة الوسطى هم اللي هيقوموا بإعادة توحيد البلاد. يعني زي مينا كده لما الولد بلد اتفككت، مينا اللي وحدنا. فبعد سقوط الدولة القديمة البلد اتفككت، فالدولة الوسطى هي اللي تعيد وحدة البلاد. أيوة يا مستر، وترجع الأمن والأمان ويكون عندها حكومة مركزية برضو قوية. تمام. طب الدولة القديمة بنسميها عصر بناة الأهرامات لكثرة ما شيده الملوك من أهرامات. طب الدولة الوسطى بتسموها إيه؟ عصر الرخاء الاقتصادي. يعني إيه؟ كانوا ناس أغنياء جدا. طب إيه السبب؟ عشان يهتموا يا مستر بالصناعة والزراعة والتجارة والعمارة، فكانوا أغنياء أوي أوي. طب مين أشهر ملوك الدولة الوسطى؟ الملك سنوسرتي الثالث. طب عمل إيه؟ خدناه في سنة رابعة ابتدائي. عمل قناة اسمها قناة سيزوس تريس، ربطت البحرين ببعض عن طريق نهر النيل. طب ما يجي يقول لك بما تفسر أهمية قناة سيزوس تريس، ربطت البحرين ببعض عن طريق نهر النيل فأدت لازدهار التجارة بين مصر وجيرانها. يبقى أدت لازدهار التجارة بين مصر وجيرانها. نفس قناة السويس. نروح للملك ابن محاتي الثالث. ماله؟ قال لك الملك ده هو اللي عمل سد زي السد العالي اسمه سد اللاهون. موجود السد ده فين؟ في الفيوم. يجي عند بحيرة قارون، في ادي البحيرة في بدايتها كده عمل سد اللاهون على بحيرة مورس اللي هي بحيرة قارون. طب بما تفسر ليه عمل السد؟ نفس السد العالي، نخزن فيه المية ونستخدمه أثناء الجفاف لما ما يكونش فيه مية، ويحمي مصر من خطر الفيضان. يبقى أهمية سد اللاهون تخزين المياه وحماية مصر وأراضيها من خطر الفيضان. سقوط الدولة الوسطى نفس القصة، إن البلد ضعفت وبدأ يكون في صراعات ما بين حكام الأقاليم اللي هم زي المحافظين حاليا. نفس القصة، طالما البلد ضعيفة هتنتشر الفوضى، طالما انتشرت الفوضى هنتعرض لعدو خارجي يجي يحتلنا. مين اللي هيحتل مصر؟ الهكسوس. طب ليه؟ بسبب إن مصر كانت ضعيفة وكان في صراع ما بين حكام الأقاليم وحصل فوضى في البلد. ده اللي هناخده النهاردة في الحصة بإذن الله تعالى بالتوفيق، وربنا يبارك فيكم يا رب العالمين.